كيفاش ولا تبديل المال العام عند البعض حاجة عادية ما كتستاهلش حتى الاستنكار. في المستوى الترابي سواء في الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجامعة، القانون التنظيمي واضح، اختصاصات محددة وميزانيات مضبوطة ومراقبة من طرف المجالس الجهوية للحسابات. ولكن الإشكال ماشي غير في النصوص، الإشكال حتى في العقليات. منين كيتحول نهب المال العام من جريمة خطيرة إلى موضوع سخرية أو شطارة، هنا كنكونوا أمام تطبيع خطير. هذا التطبيع كيخلي شعور بالإفلات من العقاب، خصوصا إذا ما كانش استرجاع الأموال كيتم بسرعة وفعالية. مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025 كيحط المغرب في المرتبة 91 عالميا، رقم كيعكس أن المعركة ماشي قانونية فقط ولكن ثقافية ومجتمعية كذلك. السؤال اليوم، واش نحاربوا غير الاختلالات المالية ولا خصنا ضروري نحاربوا العقليات اللي كتبرر هذا السلوك؟ وشنو رأيكم؟ واش فعلا المشكل في العقليات أو لا في القوانين؟